شفت اللي حصل مع البلوجر فادي تاتو؟ ما شفتش؟ تعال اقول لك خبر يهمك او ما يهمكش، المهم ان هو ما يفوتكش. اللي حصل مع البلوجر فادي تاتو ان هو كان مقبوض عليه بسبب ان هو بيقدم المحتوى طبعا اللي كلكم عارفينه بتاع التاتوهات. فلما اتقبض عليه كانت محاكمته النهارده، خد 2 سنين حبس مع 10,000 جنيه غرامة. ده علشان خاطر الحاجات اللي هو كان بيقدمها طبعا كانت مخالفة وخادشة للحياة، وما كانش ينفع ان هو يقدمها بالطريقة دي. فطبعا في كل فيديو كنا بننصح كل الناس ونقول اللي بيقدم حاجة كذا واللي بيعمل حاجة كذا، وانت راجل عارف شغلك او انت راجل عارف محتواك او انت راجل بتقدم محتوى او ايا يكن، ليه اقدم حاجة علشان خاطر شوية ريتش زي الناس اللي بيصوروا؟ يعني زي الناس الفوتوغرافر، تبص تلاقيهم بيقدموا اصلا فيديو ويعني زي كواليس كده وهم بيصوروا الصور، وفي صور فيهم بتبقى فيها اغراءات وحاجات غريبة جدا. بالتالي طبعا هيتم القبض عليهم برضو الناس دي، حتى الحاجات دي تلاقيها اختفت من على السوشيال ميديا. يعني اللي كان عنده حاجة ده كان ناصح، هوب مسحها على طول، واللي لسه سايبها صدقنا هيتقبض عليك والله. اي حاجه مخالفه او خادشه للحياه او فيها حاجات قليله الادب او حاجات مسيئه يعني للناس، في ان انت تقلب كده كنت كل ما تقلب تلاقي حاجات استغفر الله العظيم يا رب. انا واحد من الناس ما كنتش برضه افتح الابليكيشن ولا اقلب فيه. فيا جماعه اللي بيقدم حاجه تاني نصيحه، يقدم حاجه محترمه او حاجه صح يا اما ما يقدمش. كل الشكر وكل التقدير لوزارة الداخلية وكل رجالة الداخلية على كل المجهود الكبير اللي هم عاملينه. فشكرا، كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية. واستنوني في كل فيديوهات تانية كتير، واللي مش عامل فولو يعمل فولو، ما تنساش اللايك والشير والكومنت. شكرا.